نتمنى المجتمع المدني نتاعنا يتقوى ويدخل في العمل الفعلي الصحيح اللي يجمع طاقات البلاد، ولاد البلاد اللي موجودين بارتو، اللي قادرين باش يفيدوا اكثر ما يمكن، موجودين في العاصمه، موجودين في الوزارات، موجودين في الخارج، موجودين في كذا. هذوما ماذا بينا يتلموا ونلموهم ونجيبوهم، قبل كنا نطردوهم ورد بالك خلينا نحل الشعب، خلينا نحل كذا، وعملنا فضايح. كنا باش نحكيو على لا مش فيه، لا نحكيو باش نحكيو فيها خاطر قاعدين نعانيو فيه. احنا كي دخلنا احنا البلديه تحب ولا تكره، ما مخالفات كبيره قاعدين نعانيو فيها. تو تحاسبوا فينا على 3 سنين ولا 4 سنين شدينا فيهم لتصريف اعمال. 4 سنين. 4 سنين احسن بالنهار فهمتني؟ لا برك سامحني لو خلي نكمل كلامي واني كبير مش كيف تقص عليا فهمتني؟ القناع في ال4 سنين ساعات بنقول شيء حطنا في الظرف اللي احنا فيه عزيزي. حطنا في الظرف اللي خذينا فيه البلديه. ظرف انفلات دو بارتو. المواطن انفلت والامن انفلت والادارات انفلتت وكل شيء فهمتوا لا. ورغم ذلك وبارك الله في المواطنين اللي عاونونا ووقفوا معنا ووقفنا وخلينا البلديه تمشي وخدماتها تمشي وما تعطل حتى شيء. فهمتني؟ مش ندافع على البلديه، حسبني من برا ونتكلم في البلديه. ما قصرناش وعملنا حاجه وهنا نشاطر الرئيس برهان ما فيها باس، حقنا اعلاميا اعلمنا على كل الانجازات. طيب ليه؟ ربي يسامحني لحظه ربي. الله يكرمك. كيف مش لانك انت مضيف تدعي لي. مش قرب دعم فهمتني؟ بالفعل حقنا المفروض حطينا نشاطنا حطيناه على ذمه العموم باش فهمتوا لا يطلع، خاطر بالفعل فما حوايج ماهيش ملموسه اما فيها مجهود كبير تبذل. فما حوايج ماهيش معروفه، كل واحد من المواطن يخرج من داره اول ما يلاحظ قدام داره فما حفره ولا ما ثماش، ثم زبل ولا ما ثماش، ثم كذا ما يعرفش بلايص اخرى وما يشوفش. واحنا في ال4 سنين ولا 5 سنين فهمتي ولا ما عملناش حاجه كبيره، ما مسيناش كل مشاكل البلاد. على الاقل المواطن كيعرف وانه صحيح هو ما وصلتوش حاجه كبيره اما ثم تعمل في حاجه اخرى. هنا حاجه نحب نقولها وحبذا كان نكونوا متماسكين نهار البلديات نحاسبوهم على باش ما يقعدناش تراكمات تاع 50 سنه اللي وقعت لها قبل. شنو هي التراكمات؟ جمال من اضعف المدن تعمل دراسه من اضعف المدن من حيث تعبيد طرقاتها. البلاد من المدن القليله نقول مدن مدينه نعم على مدينه تاع 15,000 ساكن فهمتي؟ ونسبه التعبيد فيها نتصور ما عرفتش ما نقولش احصاءات سي حبيب ما تجاوزش 25%. كان جينا في كل مخطط خماسي من استقلال تونس نعملوا شطر حي، نبداو بالسونتر فيل واحنا ماشيين نتوسعوا كل 5 سنين نتوسعوا. رانا مكيسين ولا بس هكا تصب للدار تسيقها باش تهبط الملوز من كل بلاصه. فهمني؟ هذايا نبعدوا على محاسبه بعضنا، نخدموا بعضنا، نخدموا مع بعضنا نسكتوا نخدموا. انا اليوم احسن جلسه تمهيديه شفت. انا قبل اللي حاور معايا شافني واني خرجت من الكلمتين الاولى خرجت. علاش؟ يجوك مواطنين مع احترامي لهم يا مش فاهمين يا ما عندهم خلفيات يجيك في مشكلته الخاصه هذا مع الطاوله مشكلته الخاصه الشخصيه اللي هو نهار كل الاداره الماليه مفتوحه باش تسمع المشاكل هذه الاداره مش تكتب تمشي نتاع مصلحه الاشغال كذا فهمت اذا كان عندك مشكل تم المساله هذه تمشي له وتسجل المطلب نتاعك وحتى تقول تقدم مكتب كتابي يعرض على اداره البلديه او المكتب البلدي كذا واحد تقدم هذا يبدا. علاش قلت لك اليوم عجبتني هذه الجلسه؟ نتمنى تتواصل الحكايه هذه، نتمنى الجلسات التمهيديه صحيح يفعلها وتكون مفيده ياسر اذا كان المجتمع المدني كما قال سي برهان على قداش من جمعيه تاخذ في الملاحه نتاعها من البلديه. وين ما لقيناش ما شفناش. شبه هي اللي تفعل العمل البلدي، هي اللي تشوف مشاغل المواطنين وتلمها وتجينا وناس يتكلموا كمسؤولين. ما يجينيش انسان فهمت ولا مع احترامي ليه ما يعرفش معناها جلسه تمهيديه وشنو نوعيه المشاغل اللي جبت فيها ويجي يشوش لي جلسه كامله. اما كيف انتم تبارك الله احزاب ومجتمع مدني بجمعيات من مختلف المشاغل هي اللي تشارك فيها الجلسه التمهيديه وهي اللي توجه البلديه وهي اللي تعطيها فهمت ولا نفس جديد خاطر تخدم على روحها سواء بلديه هذه ولا البلديه الجايه.
باش تكون بلديه فهمت ولا مرجع تاع حزب من الاحزاب ولا تاع ائتلاف ولا قائمه حره ولا نوع من الاثنين. نعم نخدموا هكا على تفعيل العمل البلدي عن طريق المجتمع المدني، مش عن طريق امور شخصيه ولا بلديه، عن طريق المجتمع المدني لانه وعي هو كان جمعيه نتاع بيئه، كان جمعيه نتاع مش عارف اي جمعيه من مختلف جمعيه شبابيه غيرها كل شيء، هذا يتكلم على مشاكل خاصه.